عمرك شفت جراب بيعمل كده؟ انا الحقيقه جربت جرابات موبايلات باشكال وانواع كتير، منهم العادي ومنهم اللي فيه ستاند منه فيه كده، وحتى منهم اللي فيه فيديو جيم ريترو كده لما تكون زهقان من العاب الموبايل العاديه. لكن ده بيعمل حاجه مختلفه ومميزه جدا. ده يا سيدي جراب ممكن يبان شكله عادي كده، لكن فيه من الظهر حاجه شبه الشاشه، بس ولا بيتشحن ولا فيه بطاريات ولا اي حاجه. وده عشان دي شاشه فعلا، لكن بتشتغل بتقنيه الاي انك او الحبر الالكتروني، وما بتحتاجش اي كهرباء. هتقول لي طب وايه الاستفاده؟ هقول لك. انت هتنزل الابلكيشن ده على موبايلك، ومنه هتدخل تختار اي صوره عندك على الموبايل، وبما ان الجراب اصلا متوصل على الموبايل بالان اف سي وهم لازقين في بعض كده، فهتيجي هنا وتدوس على كاستنج دي، وساعتها هتلاقي الشاشه اللي في الظهر لوحدها كده بتعمل حاجات عجيبه وتنور وتطفي وتعمل جليتشات كده، وبعد كام ثانيه هتلاقي الصوره ظهرت في ظهر الموبايل بالشكل المبهر ده بالالوان، كانك حاطط صوره عاديه تحت جراب شفاف كده، لكن النسخه المتطوره منه بقى. الحلو انك تقدر تغيرها في اي وقت باي صوره، او نوت مكتوبه، او جدول بحاجات وراك عايز تخلصها، او حتى اللوجو بتاعك مثلا، اي حاجه انت عايزها. فتحفه بصراحه، وبيدي تاتش بيرسونال كده لجراب الموبايل. الجراب ده انا جبته من على موقع تي في سي مول، وهتلاقي عندهم منتجات كتير قوي تانية، زي كمان الجراب الشيك ده اللي بيلزق في ظهره عن طريق الماك سيف، المحفظه الضخمه دي اللي بتشيل اي حاجه انت عايزها زي المحافظ العاديه، لكن بتمسك في الموبايل بقوه رهيبه، وغيرهم من المنتجات القويه. فقول لي رايك فيهم، وهسيب لك لينك الجراب العجيب ده في البايو. وما تنساش تتابعني الفيديوهات اكتر عن التكنولوجيا والاختراعات القويه اللي زي دي.